جاي دلوقتي اكلمك عن موديست مهاجم الاهلي اللي هو ابو 35 سنه ده. كولر هو اللي طالبه، مسجل هدفين في 28 ماتش. ليه بقى الاهلي مختاره؟ هنتكلم في جزئين، جزء يخصنا احنا كجماهير والجزء الثاني فني شويه يخص الجهاز الفني. عايزين كده نفهم الراجل ده اشمعنى ده اللي اتطلب. يعني مبدئيا فكك من الفيديوهات اللي انت بتشوفها عن اللاعب خالص، فكك من مهاراته خالص، فكك من الارقام، فكك من اي حاجه، وتعالى نمسك في البديهيات. ليه اصلا بتشتري لعيب من بره؟ الاجابه لان انت بتدور على الحاجه اللي مش موجوده في الدوري بتاعك وهو يقدر يوفرها لك. سرعه، قوه، اي حاجه ممكن ان هي تميز اللعيب ده عن غيره في الدوري بتاعك. من الاساس ده انت بتشتري لعيبه من بره. ليه علي معلول؟ عشان دقه تمريراته ودقه العرضيات اللي بيعملها. هل دي كانت موجوده عندك قبليه؟ ما تقولش مفيش. ليه اليو ديانج؟ علشان دستروير وراجل قوي يقدر ان هو يكسح لك نص الملعب، مش اي حد ممكن ان هو يقف قدامه في نص الملعب، وصعب جدا انت كلاعب محلي تلعب عليه. دي امثله، يعني انا بس بفتكر الامثله العشوائيه وبضربها لك كده عشان خاطر ايه الفكره بتاعتي تثبت في دماغك. نرجع تاني لعم موديست. الراجل الفرنساوي ده مده تعاقد الاهلي معاه موسمين، وطبعا مفيش تجديد الا بشروط، يعني نسب مشاركات معينه ونسبه تسجيل معينه. والله عملتهم عم موديست هتكمل معانا، ما عملتهمش الخيرة فيما اختاره الله، مع السلامه. عارفك انت عايزنا نتكلم في حته السن بس مش دلوقتي، قدام كده حاجه بسيطه. ليه الاهلي اصلا عاوز مهاجم؟ ببساطه شديده الاجابه هتكون في كاس العالم للانديه الاخير. بص كده على ماتش فلامينجو وشوف عدد الفرص المهدره اللي كان لو مهاجم كده سوبر محترم من اللي طلبهم كولر قبل البطوله كان هيسجلهم ولا لا. كرة محمد شريف وضربة جزاء وكذا كرة تانية كان ممكن ان هي تخلص لك الماتشات بسهولة. ماتش الريال نفسه، فاكر ماتش الريال؟ فاكر انت ماتش الريال والكرة بتاعت قفشة والكرة التانية والتالتة والحاجات اللي ضاعت دي؟ ما هي حاجات برضو بتدل ان انت محتاج مهاجم، يعني مش محتاجه محامي بالنقد عشان يجي يقول لك. يعني عيل لسه بيتفرج الفريق ده عاوز مهاجم يا بابا، والله الفريق ده عاوز مهاجم. تتفق او تختلف، المدير الفني ملوش غير ان هو يوصلك للجول، ملوش غير ان هو يوصلك للنقطه اللي انت تسجل منها. التسجيل والفينش ده على حضرتك انت كلاعب، يعني مش مهاجم بالتحديد. انت دورك ايه كمدير فني؟ بتقلل من العشوائيه وبتحاول ان انت توصل لمرمى الخصم بطريقتك انت وباكبر عدد ممكن من الفرص. ليه؟ لان اكبر عدد من الفرص ممكن يسجل منها اكبر عدد من الاهداف، انما فرصه فرصتين قليل جدا ما بتحصل في الكوره. انت مش اليونان 2004 حضرتك عشان تروح بكوره واثنين وتجيبهم جون وتكسب الماتش، ولا في السوق المحلي عندك اصلا مهاجمين عشان انت خاطر تبص لجوه. فالحل ايه؟ زي ما قلت لك، بص بره. وكان الاختيار على موديست. ايه سنه كبير؟ طب تعالى كده حبيبي خد المعلومه دي. كازو يوشي ميورا، لعيب ياباني سوبر وليه فيديوهات وممكن تكتب الاسم ده يعني هيطلع لك بلاوي. مش دي القصه، القصه ان هو دلوقتي بيلعب كوره وهو عنده 56 سنه. لا تقول لي ابراهيموفيتش، لا تقول لي ميسي، لا تقول لي رونالدو، لا تقول لي مش عارف مين. بص الراجل وبيجدد، يعني هو موجود في فرق فعلا في اليابان وبيلعب وبيجدد تجديدات كل شويه، تجديد تعاقد وحاجات كده. اقول لك بقى معلومه، ده تاني الهدافين التاريخيين لمنتخب اليابان ب 56 هدف. ملاحظ الارقام؟ 56 سنه و56 هدف. مش حاسس بحاجه؟ ولا انا حاسس بحاجه ولا حاجه، ارقام بس متشابهه مفيش حاجه. الفكره كلها يا جماعه مش فكره اللعيب ده عنده كام سنه. انت ياما تعاقدت مع لعيبه يعني صغيره في السن ولبسوك في حيطه او اتصابوا او عقليتهم زي الزفت. الفكره هنا العقليه والاهتمام بالجسم اللي بيلعب. هل اللعيب ده محافظ على الكلام ده؟ اعتقادي الشخصي بما انه بيلعب في الدوري الالماني لغايه 35 سنه، يعني خبرتي الكرويه البسيطه كده تقول لك الراجل ده تمام بصراحه. يعني حتى لو ما اداش او ما جابلكش الشيء اللي انت عايزه منه، خلاص يعني انت خدت بالاسباب انه جاي لك من دوري بدني قوي وانه هيشتغل معاك، وان انت هنا اصلا في افريقيا اغلب الفرق اللي حواليك واقعه، اللهم الا يعني شويه فرق بسيطه في شمال افريقيا وصن داونز اللي بالع جنوب افريقيا ده. فانت بتتكلم يعني ان انت خدت بالاسباب بقى اللي تنجحك بقى وتنجح الراجل معاك، صح يابا كده تمام. ده كده بالنسبه لينا كجمهور، الناس اللي عماله تتكلم ده سنه مش عارف ايه واخذت الموضوع يعني في سكه التريقه والسخريه، بما ان السوشيال ميديا يعني بتفتح مجال السخريه كتير في الكوره وغيرها. فلا معلش، الموضوع احسن بكتير من ان احنا ناخده بسخريه. تعالى بقى للجانب الفني، تعالى لي كده يا عم جوارديولا وهات لي ورقه وقلم واحسب ورايا. فريق متعاقد مع رضا سليم وفريق عنده علي معلول، يعني اتنين لعيبه الكرات العرضيه منهم المفروض بجول، ولاعيب انت جايبه دلوقتي خبير في ضربات الراس وتسجيل الاهداف، يعني حاجه كده. فلافيو، عارف فاكر فلافيو؟ فاكر انت؟ كولر عمل عرضيات كتير جدا، الفريق معاه السنه اللي فاتت صنع عرضيات كتير جدا والاعمى يشوف. هل في حد استغل الكلام ده؟ قليل قوي. فحاجه من الحاجات اللي انت كنت محتاجها لعيب هيدر محترم زي ده، تعرف يابا تستغله. بتهيألي بالتعاقد مع رضا سليم زي ما قلت لك، وان انت عندك علي معلول يابا واكتر من لعيب تاني بس بدرجه اقل في حته العرضيات دي، انت ضامن نسبه تسجيل من الكلام ده
بنسبه كبيره في افريقيا بالذات. وخد دي قاعده من اخوك علشان تكسب حاجتين اسمع مني. يعني مانويل جوزيه اللي خلاه يكتسح افريقيا انه ركز على الحاجتين دول. بيعمل 100,000 حاجه تانية بس ركز على الحاجتين دول بشكل يرعب، يعني يخليك كده تتامل هو بيعمل ايه الراجل ده. و2008 تثبت لك الحاجتين هما ايه؟ موت اللعب على قد ما تقدر، كرات عرضيه كتير، كرات عرضيه كتير. 2008 انت مسجل كام هدف من كرات عرضيه، سواء كره ثابته او كره عرضيه من الاساس. تعالى انت شكلك نسيت ماتش القطن الكاميروني النهائي الذهاب والعوده، حضرتك مسجل 3 اهداف يا فندم من الاربعه بتوعك من كرات عرضيه. نص النهائي نفس الكلام برضو كره عرضيه. روح يعني ارجع كده بالزمن وروح اتفرج كده على اليوتيوب موجود والاهداف موجود. فالكرات العرضيه اللي حضرتك اللي احنا بنتكلم فيها ان هي ترجع تاني وان انت تسود افريقيا بيها مش مستبعده. يعني انت اللعيبه ديك شفت فيديوهات اللي انا قلت لك سيبها دلوقتي دي في اول الفيديو، الدنيا تمام. يعني بنحاول يا عم نحرك الدنيا. في النهايه ده رايي، ويعني مجرد راي كده يا عم ارميه في الزباله، او يعني امسح الفيديو خالص من عندك من الهيستوري. بس خلي كده الكلام ده في دماغك، انت تعاقدت مع الراجل ده ليه؟ وشوف الفيديو ده ان شاء الله بعد اول موسم للراجل. الله اعلم بقى النجاح من الفشل، في 100,000 سبب ممكن يفشل الراجل ده، ولكن انت خدت بالاسباب اللي تخليك تنجح وتنجح الصفقه دي معاك في الاهلي. في النهايه لو انت وصلت لهنا بقى ما تنساش الاشتراك واللايك الحلوين في قناتنا لو انت اول مره تيجي. اما لو الفيديو مش مفيد بعتذر لك عن تضييع وقت. سلام.